إلى الإسلام الحق، إصلاح منهج الناس، إصلاح مسيرهم، إصلاح دينهم، هذا هو السليم. والنصر لنا، لن يقف المد الشيعي لا في مصر ولا في غير مصر، سيستمر ويتواصل. والآن سترون إن شاء الله تعالى أن هذه الجريمة التي وقعت في مصر ميلاد جديد للتشيع داخل مصر، بل في العالم إن شاء الله، ميلاد جديد. عظمة هذه للشيعة. العالم الآن دايخ، يقول ما السر في أن هؤلاء إلى هذه الدرجة يتعرضون إلى المذابح، المجازر، المقاتل، ومع ذلك متشبثين بدينهم؟ ما الذي عندهم؟ أية جوهرة هؤلاء لديهم إذ يحتفظون بكل هذه الشجاعة ورباطة الجأش والحمية ومستعدون لكل شيء، ومع ذلك يتزايد عددهم. بقية السيف أنمى عددا كما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ما السر؟ هذه الطائفة التي لم تظلم طائفة من البشر في التاريخ مثلها، لم تذبح طائفة من البشر مثلها، لم تضطهد طائفة من البشر مثلها منذ 1400 سنة. عجبا كيف لم تنقرض. أين مكمن قوتها؟ العالم دايخ الآن كما داخ من ذي قبل. وقال قائلهم، أحد الأدباء البكريين المصريين، قال، الآن ما أتذكر أي واحد كان منهم، زكي يمكن، المهم واحد منهم كان يقول: اكتشفت أن الشيعي أقوى رجل في العالم، الشيعي أقوى رجل. هذا هو الواقع، لأننا بهذا الاحتفاظ بديننا وبولايتنا للأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، مهما حل بنا من مذابح ومن اضطهادات، نحن الأقوى، نحن أهل الصمود والتحدي والإباء. فلنواصل إن شاء الله تعالى مسيرتنا، واطمئنوا مثل ما مكتوب عندكم في أعلى الشاشة: التشيع هو المستقبل، مستقبل هذه الأمة هو التشيع، لن يكون هنالك عودة إلى الوراء، الكل سيتجه إلى التشيع. إذا لم يتشيع مشايخ البكرية اليوم فأبنائهم سيتشيعون، وإذا لم يتشيع أبنائهم فأبناء أبنائهم أحفادهم سيتشيعون، وإذا لم يتشيع هؤلاء فأبناء أولئك، وهكذا. بالنتيجة على كل فرد بكري يمشي اليوم أن يعلم بأن واحدا من سلالته سيتشيع، لأن هذا هو المستقبل. الكل هكذا، مثل ما احنا معظمنا الآن اللي موجودين آبائنا وأجدادنا ما كانوا شيعة، كلنا متشيعون بالنتيجة، كلنا هكذا. هذا المستقبل ماشي هالشكل خلاص. ليش ماشي هالشكل؟ لأنه الآن انكشفت كل الأمور، صار أكو فضائيات، صار أكو انترنت، الصوت الشيعي يدخل كل بيت بلا استئذان مثل ما يقولون، خلاص ما يقدرون بعد يكممون الأفواه، خلاص التشيع داخل عند كل الناس، فعاجلا أم آجلا سيتأثرون، ولذلك قامت قيامتهم كما ترون. لهذا السبب هم ليش هذا الفزع الكبير، المد الشيعي والمد الشيعي، وارفضوا الشيعة، ويا فخامة الرئيس امنع الشيعة الأنجاس من دخول مصر ولا تسمح لهم، وامنعوا القنوات الشيعية، وامنعوا المواقع الشيعية، وامنعوا حتى السواح الشيعة. لماذا كل هذا الفزع؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم أمام التشيع لا يصمدون، لا يمكنهم الصمود أمام قوة التشيع، لا يمكنهم. التشيع يغزوهم بسلاح الفكر، بسلاح الحوار، بسلاح المناظرة، بسلاح النقاش، بسلاح البرهان، بسلاح الدليل. هذا هو التشيع. هم ما عندهم هذه الأسلحة، هم الذي أبقاهم 1400 سنة ليس هو سلاح الفكر والنقاش والدليل والبرهان، الذي أبقاهم سلاح السيف، سلاح القهر، سلاح الإجبار. ويعلمون أنه الآن المعادلات في الدنيا تغيرت، خلاص ماكو بعد الآن لا يوجد لا عمر ولا يزيد بن معاوية، فأي سيف قد بقي له؟ ولا الحجاج، مضى سيف الحجاج، راح. الآن بعد سيف الحجاج ما يوكل خبز، خلاص. الآن ما تقدر تعامل العالم بمنطق القهر والقوة والذبح. حتى هذا الذي يجري الآن في سوريا وبعض الجيوب في الأمة، هذه قضايا وقتية ترى،
مؤقتة تنقضي هذه، خلص العالم دا يتجه نحو مزيد من تكييف الأوضاع، بحيث أن البشر ماذا يتأقلمون مع بعضهم شاءوا أم أبوا. لازم تتأقلم غصبا عليك، مثل ما الأمة الغربية الآن متأقلمين، الأمم الغربية متأقلمة مع ما بينها من تناقضات، كل يكفر الآخر، كل يطعن في الآخر، كل يسفه الآخر، لكن خلص الكل متأقلم غصبا عليك. ينفرض قانون عام، قانون دولي. الآن أمتنا هذه لأن أكثر الأمم تخلفا، هاي الأمة الإسلامية مع الأسف أكثر أمم تخلفا إلى الآن ما تطبعت ولا تكيفت هكذا، يحتاج شوية وقت، هي في السنوات الأخيرة وخلص الكل سيتكيف. الآن كلهم يتكلمون، حتى مشايخ البكرية بمنطق حقوق الإنسان، منطق حرية التعبير، منطق ما أدري السلم الأهلي، منطق المساكنة إلى آخره، شيء طبيعي. فإذا ما دام الأمر هكذا إذا المستقبل مشرق جدا، وإن شاء الله يتوج هذا المستقبل بظهور المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداهم. أحسنت، طيب الله يحفظكم. بارك الله بكم، موفقين إن شاء الله، وأنتم كذلك، وأنتم كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أخيرا وبعد طول انتظار وتساؤلات عديدة، قامت هيئة خدام المهدي عليه السلام